Hola amigos, hola hola. لغاية دلوقتي في بعض الناس مش فاهمة موضوع السفر بتبادل الخدمات. في ناس تانية بتبعتلي وبتشكرني، في ناس استفادت من الكتيب فهمت اكتر، في ناس دخلت على اللينك اشتركت وخدت الخصم فهمت اكتر من على الموقع. الناس بقى اللي مش فاهمة انا حابة افهم. اكتبولي ايه اسئلتكم، ايه اللي انتم مش فاهمينه بالظبط. اللي بحسه ان انتم مش فاهمينه ان انتوا عشان مش بتدوروا، يعني مش بتدعبسوا. افتحوا كل ريل، افتحوا اللينكات اللي موجوده عندي، شوفوا فيديوهاتي على اليوتيوب، هتفتحوا هتلاقوا فيه فيديوهات عن السفر وفي فيديوهات انا كنت عاملاها بودكاست كلام عن السفر. فانتوا محتاجين يعني تدعبسوا اكتر. انا صعب ان انا اقول لكم كل المعلومات وانس، يعني اللي انا اقولها لكم مره واحده، فبنزلها واحده واحده في كل ريل. في حاجات بقولها فور فري وفي حاجات بتبقى مقابل مادي، وده حاجه طبيعيه. انت بتشتغل او انت بتشتغلي وبتاخدي سالري، ده جزء من تعبي وشقايه ومجهودي ووقتي. فبيبقى انا حاطه يعني الكتيب بسعر رمزي. السعر ده ممكن يكون يعني تمن قعدتك على الكافيه مره، تمام؟ بس هتستثمري فيه، هتستثمري هتتعلمي تعرفي ايه اسماء التطبيقات والمواقع اللي انا استخدمتها ووفرت لي فلوس، الاستراتيجيات اللي انا استخدمتها في السفر، على ما انزل الكتاب الكبير عن اسرار السفر اللي انا اتعلمتها خلال سفرياتي من اول ما ابتديت اسافر. مثلا البيت اللي انا قاعده فيه دلوقتي مقابل تبادل الخدمات، ايه هي الخدمه اللي انا اخد بالي من الكلبه الجميله دي؟ صاحبتها مسافره وقالت لي ايه رايك تيجي تقعدي في البيت تاخدي بالك بس تاكليها وتشربيها وعيش حياتي عادي. يعني هي متاخدش مني مجهود نص ساعه، يعني بحط لها الاكل مرتين وخلاص وشكرا. ان انا اخدها مشيه، طبعا البيت فيه جنينه كبيره جدا فهي بتنطلق في الجنينه، بس ان انا اخدها واتمشى دي حاجه كده بمزاجي. انا بحب الكلاب، فبحب اطلع اتمشى معاهم على الشاطئ كده شايفين فاستمتع. فدي مقابل خدمه. حد بقى يجي يقول لك سفر ببلاش او في خدمه مفيش حاجه ببلاش، يعني مفيش حاجه حتى السفر ليه ضريبه تعب ومجهود. فالفكره كلها ان انا اول ما ابتديت اسافر كنت بعرف اجمع فلوس السفر. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا انا اول ما ابتديت اسافر كنت بخاف اطلع بره مصر وفلوسي ما كانتش كتيره، فكنت بسافر جوه بلدي. فعلى سبيل المثال كنت اروح سيوه مشهوره بالاملاح الطبيعيه والملابس اللي هي معموله هاند ميد. كنت اجيب معايا برودكت وابيعها اونلاين في مدينتي، فبدل ما اكون صرفت 1000 جنيه في السفره مثلا، اسافر ارجع تاني ابيع المنتجات اللي انا جبتها دي اونلاين، باخد الكوميشن بتاعي واكون عملت فلوس، وهكذا. فده مثلا تكتيك من تكنيكات السفر اللي انا بعلمها في كتاب اسرار السفر، او اللي انا بقولها في الانستجرام على الريلز. انتوا بتفتحوا ريلز، يعني انا محكومه بعدد ثواني مش هقدر اقول كل حاجه عليها، بس في ناس كتير ما بتقراش اللي مكتوب تحت الريلز، وده بيبقى فيه مفتاح. انا مش هقول لكم المفاتيح كلها في ريل، كل ريل فيه مفتاح وانت افهم يا عبد الفتاح. في ناس تقول لك لا يا عم انا ما بحبش الكلام. مثلا في عندك اصلا في يعني البنات اللي انا اتعرفت عليهم في الدايف سنتر كلهم عاملين حاجه اسمها هاوس سيتنج، ان هم بيقعدوا في البيت ببلاش مقابل ان هم يخلي بالهم من البيت ذات نفسه. هو كونسبت عند الاجانب عقليتهم كده ان انا اسافر، لان معظم اللي بنقعد في بيوتهم هم امريكان وانا هنا في المكسيك، فبيروحوا يرجعوا امريكا تاني يقعدوا يزوروا اهلهم شهر شهرين، فبيبقوا مطمنين اكتر لما بيتعرفوا على حد زيي او اي حد تاني يبقى قاعد في البيت ياخد باله من البيت. امان، هو كونسبت عندهم مش زي عندنا مثلا في البلاد العربيه اقفل بيتي بالقفل والمفتاح واسافر. لا، هم عندهم كونسبت ان انا اسيب حد في البيت امان احسن ما اسيب البيت فاضي واقفله بالمفتاح. فده كونسبت، فيعني نستغل الحاجات الحلوه. فلو في حد يقول لك لا انا ما بحبش الحيوانات، عندك مليون اوبشن تاني تقدري تسافري فيها وتاخدي اقامات بالتبادل، او اعمال تطوعيه بقى. لو انت بتحبي تعملي شغل هاند ميد، بتحبي زراعه، بتحبي تطفي ورد وتعملي بقى شغل فلاحه اجنبيه وتقعدي تتعلمي. حلو يا جماعه ان احنا كل فتره والتانيه كده نطلع سفريه. لو عندك اسبوع اسبوعين اطلعوا سافروا، مش لازم بقى تروحي تعملي شوبينج وتجربي كل المطاعم. تعلمي التاسك تفيدك وتستفيدي منها، تتعرفي على ناس من ثقافات تانية وخبرات من ثقافات تانية.
فيها ايجار. فكانت مثلا الاوضه فيها سريرين، فكانت البنت اللي جنبي على السرير اللي في الاوضه اجنبيه، اسالها فاخد منها بقى ايه استراتيجيات. فتقول لي بقى هي ازاي بتسافر، ازاي بتوفر. وانتوا عارفين الاجانب بيعتمدوا على نفسهم من اول سن 16 18 سنه، ما بياخدوش فلوس من باباهم ومامتهم. ففعلا لما هي بتبتدي تسافر بتبقى الميزانيه بتاعتها بتبقى حاطه فلوس كده سيفنج للطوارئ. بس سبحان الله لما الواحد بيبتدي يسافر بيتفتح له مليون باب رزق. ده حصلت معايا. فانا يعني انا بشجعكم ان انتوا كمان تبداوا تسافروا وتلفوا العالم، وصدقيني الرزق يعني هيطولك هيجيلك. زي مثلا كده عصفوره جعانه، تخيلوا العصفوره بتجازف ازاي؟ ان هي تبتدي تطير من شجره لشجره عشان تستطعم كل فاكهه او كل ورده من كل شجره مثلا. تخيل بقى لو العصفوره بتخاف تسافر وقاعده على شجره واحده، الشجره دي موسميه، ساعات بيبقى فيها ثمار او فيها اكل ليها وساعات ما بيبقاش فيه، ساعات هتاكل كويس ساعات هتجوع، فثبات وحياه موسميه. لكن لما العصفوره بتتنطط وتروح من شجره لشجره بتستكشف وتعرف قد ايه هي قويه، اجنحتها قويه، تقدر تشوف اماكن جميله تانية وتستمتع بحياتها. نفس المنطق ده، نفس الكونسبت اللي انا بعمله وبشجعكم عليه. نغير بقى الموضوع. احسن حاجه في شبه الجزيره اللي انا قاعده عليها دي ان دلوقتي الساعه 7:15، الدنيا لسه منوره، فهتحس كده ان اليوم فيه بركه، النهار طويل. انا بحب كده قوي. الشمس بتطلع بدري جدا، يعني الساعه 6:05 الشمس بتطلع. الساعه دلوقتي داخله على 7 وممكن لغايه 7:30 تلاقوها لسه منوره. فانا بحب قوي كده. انتوا بتحبوا اي يعني اي اجواء؟ انا بحب النهار طويل.